ابني فضحني وفرج عليا الناس في المطعم بسبب اللي طلبته بنتي قدام الناس. لما بنتي طلبت لنفسها بيبسي واخوها بيبسي، بس طلبت معاه تلج، انما محدش فينا طلب تلج، هي بس، وكل واحد حر في حريته. المهم اول لما اخوها شافها طالبه البيبسي بتاعها وبتحط الكوبايه كده ومليانه تلج، قعد يعيط ومصمم ان هو كمان يتعمل له زيها. وهو عايزه اقول لكم هو طفل صغير يعني، ومسك في الحاجه اللي معاها. اقول لها طب هاتي لاخوكي، تقول لي لا اطلبي له تاني. والاتنين فضحوني في المطعم قدام الناس، خلوا جوزي اتنرفز عليا وبقى قاعد مش طايق نفسه، وخلاني كمان طلبت له التلج اللي هو عايزه. وبمجرد ما شربوا هما الاتنين وخلصوا، راح قايل لي قومي يلا احنا هنمشي من هنا ومش هنقعد بسبب عيالك، وبعد كده لو هتخرجي يبقى اخرجي مع نفسك انت وهما، ما تاخدونيش معاكم بدل الفضايح دي. وبصراحه كده يعني كنت بصراحه محرجه جدا جدا. بس انا عارفه ان هم اطفال، ودايما بقول لجوزي ان عقلهم مش زي عقلنا، او ادراكهم مش زي ادراكنا. دايما بيبقى ليهم طلبات كده وشايفين ان هي الصح، ولو ما اتعملتش بيفضلوا يعيطوا